قبل ما اتكلم على ماتش الزمالك وبيراميدز، حابب اتكلم على واحد ما خدش حقه امبارح كما ينبغي، وهو الحارس المحترم المتربي ابن الناس علي لطفي. علي لطفي السبب الرئيسي في تعادل زد مع الاهلي. والله العظيم مش ببالغ لو بقول لك شايل 6 7 تجوان مؤكدين، وكان لازم ياخد مان اوف ذا ماتش عن جداره واستحقاق. الراجل اللي لعب ماتش كما ينبغي برجوله وشرف ونزاهه، وده طبعا اللي زعل جمهور الاهلي منه، لان جمهور الاهلي مش متعود على كده. جمهور الاهلي متعود ان اللعيبه اللي بتخرج من عندهم تروح انديه تانية سواء بيع او اعاره بيمشوها بالحب يعني. لكن علي لطفي امبارح كان اسد في الجول. الراجل لعب برجوله، الراجل بيخاف على اسم التيشيرت اللي هو لابسه بياكله عيش. كان بسم الله ما شاء الله امبارح تقول عصام الحضري شايل بقول لك 6 7 تجوان مؤكدين. لعب بنزاهه برجوله بشرف، لا فوت واحده كده ولا فوت واحده كده زي ما احنا كنا متعودين. فازاي ليه وليه ان الراجل يلعب برجوله قدام الاهلي؟ جماهير الاهلي مسكته شطفته على السوشيال ميديا وفضلوا يشتموا فيه في الملعب بابوه وبامه. ازاي يا علي؟ ازاي يا علي ما تفوتش واحده يا علي؟ انت مش شايف وضع الاهلي عامل ازاي؟ ده احنا بننافس على الدوري والدنيا بايظه، والزمالك متصدر وبيراميدز بعده، والزمالك وبيراميدز هيلعبوا بكره، واحتمال الاثنين يعدوا عننا. فايه يا علي؟ مفيش واحده كده ولا كده يا علي؟ طب مش هتفوت؟ طب والله نشتمك.